مقتل المحجوب. رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب المصري الأسبق وعضو الحزب الوطني الديمقراطي، أحد أبرز الشخصيات السياسية المثيرة للجدل في فترة الثمانينات داخل مصر وتحت قبة البرلمان، واللي كان ممثل للسلطة وقتها. تولى مناصب سياسية هامة، آخرها كان رئاسة مجلس الشعب من عام 84 حتى يوم 12 أكتوبر عام 1990، اليوم اللي تم فيه حادث اغتياله المروع. وهنا السؤال: يا ترى ايه ملابسات الحادث؟ وايه هي تداعيات عملية اغتيال شخصية بحجم رفعت المحجوب؟ وايه هي تفاصيل الحادثة اللي هزت الرأي العام وقتها بشدة؟ نشرت صحيفة الأهرام على صدر الصفحة الأولى صباح يوم 13 أكتوبر 1990 منشط صادم جدا: اغتيال رفعت المحجوب وثلاثة من حراسه في جريمة إرهابية نقراء. الجناه تعقبوا سيارة رئيس مجلس الشعب وأمطروها بالرصاص أمام فندق شهير. الإرهابيين اللي نفذوا العملية كانوا 4، تتراوح أعمارهم بين 20 و 25 سنة على أقصى تقدير. استخدموا عدد من البنادق الآلية في تنفيذ جريمتهم والهروب فورا والتخفي. خبر الحادث كان مصحوب بصور بشعة جدا، يمكن أشهرها صورة تصدرت العدد لأحد حراس الدكتور رفعت المحجوب، واللي لقي مصرعه داخل السيارة المخصصة للحراسة وجسمه على الأرض بينما قدماه ما زالت داخل السيارة. أدلى شهود العيان بأقوال مثيرة حوالين الحادثة، منها إن الإرهابيين أفرغوا دفعة رصاص كاملة في جسد المحجوب، وغيرها من الروايات الصعبة الحقيقة. استنكر الحادث وقتها عدد من الشخصيات العامة والسياسية، واللي وصفوا الحادث بأنه يعبر عن خسة مرتكبيه والذين خططوا له. حادث غريب على حياتنا السياسية وبيهدد الأمن والاستقرار الداخلي لبلدنا، وده بالطبع ألقى بظلاله على تصريحات كافة المسؤولين بالدولة وقتها. أكد وقتها مصدر أمني مسؤول بمطار القاهرة إعلان حالة الطوارئ في جميع مطارات الجمهورية بعد حادث الاغتيال المروع. أكدت برضو بعض المصادر الأمنية وقتها عن وجود علاقة بين أكثر من جماعة إرهابية والتخطيط للحادث. ويمكن ربط بعض المراقبين الحادث بموقف مصر من أزمة الخليج. وفي نهاية اليوم بالتأكيد شيعت مصر شهداء الحادث في جنازة عسكرية مهيبة. الجنازة كانت بالطبع غير تقليدية، وأصدر وقتها الرئيس مبارك تعليماته في بيان رسمي بأن تشيع مصر شهدائها من ضحايا العدوان الأثيم في جنازة عسكرية واحدة تضم جثمان الفقيد وكذلك شهداء الشرطة 4. واختتم البيان برسالة هامة بعلم الوصول: الفقيد استشهد وهو يؤدي واجبه الوطني، والجريمة لن تنال من إصرار شعبنا عن الدفاع عن مقدساته. وبكده تنتهي حكاية منشط هز الرأي العام، إلى أن نلتقي قريبا في حكاية جديدة ومنشطات وحكايات. دمتم بخير.